بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش الاهلي والبنك الاهلي النهارده اللي هنتكلم عليه. الفكره ده يا جماعه ان الماتش ده كان فيه معظم الشوط الاول لحد ما البنك عمل التغييرات بتاعته. كان الماتش ما بيننا وما بينهم ان احنا كل اللي بنعمله كل واحد بيشعلق كور من الجون للجون، وبيعتمد ان الدفاعات في الاهلي وفي البنك الاهلي متقدمه، فبالتالي اي لمسه من اي مهاجم هيزحلقها للي جاي من ورا فهتبقى جون على طول. وده هنشوفه في اكتر من كوره، وهنشوف المشكله الكبيره اللي كانت موجوده في الاهلي من المساحات الزايده. الكرة دي مثلا كرة في أول 20 ثانية مثلا 30 ثانية، ورايحين 3 بنك أهلي على 3 من عندنا. فده كان تتخيل إن المنظر ده اتكرر كذا مرة على مدار الشوط الأول. ومن أول الماتش زي ما شايفين إن البنك الأهلي بيلعب كله كومباكت، دفاع متقدم وهجوم، من أول المسافة اللي ما بين الدفاع للهجوم ما تزيدش عن 30 40 ياردة. وده بالتالي هيخلي الاهلي مضغوط جدا في انه يطلع بالكوره. وفكره مدرب البنك الاهلي ان انا هضغط عليك وانا مش هطلعك بالكوره، وبالتالي هحاول ان انا اضغط لك المساحات بتاعتك، وموضوع انك تلعب من رجل لرجل اللي انت بتحبه ده مش هينفع يحصل. هنبتدي نشوف نتيجة الضغط المتقدم اللي عامله مدرب البنك، ان كل لعيب في رمية التماس دي من الاهلي مع لعيب من البنك، فبالتالي بقى عندك صعوبة ان انت تطلع بالكورة. وهنبتدي نشوف ان نسبة قطع الكور اللي عندنا بقت عالية جدا، فضلا عن ان احنا دلوقتي بقى ما عندناش الطريقة اللي احنا متعودين عليها نطلع من رجل لرجل مش موجودة. بدأنا نعتمد على شوبير في الكور الطويلة، او حتى على رامي ربيعة. وكعادة الأهلي إنه ما بياخدش الكرة التانية، واتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة. ونتيجة الدفاع إن إحنا ما عندناش خط وسط بيضغط، بقت كل كرة بالبنك بتروح 2 على 2. وبيستمر العك الكروي اللي بيقدمه باكات وأجنحة الأهلي في العرضيات بتاعتنا. نبص الكرة مع كريم فؤاد وموديست، فين موديست تتحرك من ظهر المدافع اللي قدامه، العبها يا بني آدم عدل. الكرة في الآخر اتشلتت خالص، اللي وصلت لرضا سليم. أكتر من كرة بالمنظر ده. هنا المثلث اللي احنا عارفينه، الكرة بتوصل للجناح بيبتدي معلول يتحرك، في نفس الوقت ان اللعيب اللي بيلعب في خط النص ناحية الشمال بيكمل هو على حرف ال18، وبالتالي بنقدر نعمل منها خطورة. اتكررت اكتر من مرة، هم مرة او اتنين للأسف بس اللي كانوا صح، والباقي يا اتقطعت يا ما اتلعبتش مظبوط. وطبعا زي ما كولر قال، كل الفرقة ما كانتش بتضغط، كل الفرقة ما كانتش بتقوم بدورها الدفاعي كويس. احنا واقفين لكن بنتضرب بكور سهلة جدا. الاتنين الباك والجناح عندنا ضعاف جدا، رجوع خط النص انه يسند معاهم طبعا للأسف ضعيف. نبص الكرة هنا وفي الآخر وصلت ان بقى عندي 2 لعيبة ممكن يروحوا يجيبوا جوان عادي من غير ما يبقى في أي حد بيحاول حتى يغطي معاهم. كولر شاف ان افضل حل للتعامل مع الضغط العالي ان انا العب كور طويله في ظهر الدفاع البنك الاهلي، استغلالا لسرعه رضا سليم تحديدا، وان هو حريف ويقدر يعدي في الواحد على واحد، نتيجه ان اللي هيبقى عدد اللعيبه اللي قدامه قليل، ويستغل ان يبقى هو معاه الكوره ومودست من الناحيه التانيه. فبالتالي الطريقه دي جربناها ونجحت اكتر من مره ونتج عنها الجون. هنا الجون الأولاني للبنك اللي بيتحمله كولر 100%. كرة مع عمر كمال، عندنا 4 لعيبة من البنك قدام، نتيجة إنه بيلعب بضغط عالي بيحاولوا يقطعوا الكرة من بدري، يستغلوا إن إحنا الارتداد الدفاعي بتاعنا ضعيف جدا، وإن إحنا ما بنقفش كويس في مراكزنا في حالة الدفاع. الكرة اتقطعت زي الفل، مفيش مشكلة خالص. في لعيب بيتحرك في ظهر مروان عطية، مروان بيحاول يغطي مساحة كبيرة، طبعا ما بيقدرش إنه يعمل الكلام ده. اللاعب بيتحرك في ظهره، حظنا حلو لعيب البنك أصلا من الأول كان المفروض يلعبها للاعب اللي في ظهر مروان ده اللي عليه الدايره، لكن لعيب البنك ما عملهاش فلعبها بالعرض. ماشي، هنشوف اللعيب اللي لما اتلعبت بالعرض، اللعيب التاني اللي على خط الدايره ده، اللي على خط اللي على دايره نص الملعب، بيحاول هيلعبها دايركت من اول مره للعيب اللي كان بقى في ظهر مروان. ولك ان تعلم شوف المساحه وصلت لفين، لحد كده مفيش مشكله. عمر كمال طبعا نتيجه ان هو مش مركزه وتوقع ان قد يكون شوبير هيطلع، معرفش هو توقع ازاي، ما اقدرش الوم على عمر كمال، ده جون يتحمله كولر فقط. وزي ما شايفين في الكادر كده، احنا عندنا 7 لعيبة من البنك قصاد 6 لعيبة احنا من عندنا اساسا. فلك ان تتخيل ان ده فكرة طارق مصطفى، ان انا هضغط على الاهلي من قدام، فبالتالي مش هتبني لعب، وهقطعها منك في مناطق خطرة وانت اصلا بتتمركز غلط دفاعيا، وهستغل ان عندك لعيب بيلعب جناح يمين انت رجعته مدافع، وبالتالي كل الكور اللي احنا نعتمد عليها تبقى كور طويلة.
وتاني عرضية غريبة جدا يا جماعة، مستوى العرضيات بتاعنا مؤسف. نبص الكرة هنا وصلت لكريم فؤاد، مودست بيجري لك فين وانت بتلعب فين؟ دي تالت مرة يا جماعة الخير احنا بنشلت الكورة، يعني انت بتلعب لمين اصلا؟ انا جايب لعيب بيلعب بدماغه وانت بتشوط الكورة الناحية التانية، طب نكتفي بكده؟ لا، ما نكتفيش بهذا القدر، هنشوف اللي هيحصل تاني بعدها. وتاني بعد ما الكرة وصلت لمعلول، نشوف معلول بقى عمل ايه، برضو الحاد في العرضيات. معلول شايف اتنين لعيبة وفي الاخر لما شاطها طلعها خالص بعيدة، تقريبا طالعة ناحية رايت الكورنر تقريبا. طب ازاي يا جماعة الخير؟ وهنستكمل طبعا مسرحية كوميدية وهي العرضيات بتاعتنا. الكرة دلوقتي واصلة مع كريم فؤاد. طيب نبص يا جماعة الخير على اللي بيتحرك، مودست. مودست ده اللي عليه الدايرة، مودست فاضي لوحده لوحده. العب بقى يا عم كريم، لا احنا مش هنلعب ليه، مع رخامة. طيب كريم يعمل ايه؟ قال لك طب بسيط، هلعبها لأكرم. نبص بقى اللي بيحصل، الكرة يا عم أكرم وصلتك، العب يا عم بالعرض من أول مرة. مودست بيبيض ورافع ايده ولوحده وفاضي. نبص بقى اكرم قرر ان هو فعلا يلعب عرضيه، لعبها فين بقى؟ في ايد ابو جبل يا جماعه الخير، ده مستوى الباكات اللي عندنا. البنك هجوميا لما الكرة بتكون معاه هو ما بيعتمدش لحد ما غير الثلاث تغييرات بتوعه بعد في الدقيقة 36 على انه يطلع كرة، لا هو بيعتمد ان انا هلعب كور طويلة من ابو جبل على طول. وده اتكررت اكتر من مرة، انا هلعب كرة طويلة، هستغل ان انا عندي اكتر من لعيب بيقدروا يلعبوا بدماغهم كويس. هستغل ان لو كرة بس ان احنا الكرة التانية البنك بياخدها، الاهلي ضعيف جدا في الكرة التانية. وهستغل طبعا عدم قدرة عمر كمال على اللعب في مركز الدفاع، فبالتالي كل كورة بتتلعب يا بياخدها البنك يا اما الكرة التانية بياخدها البنك. وده نموذج خامس للعرضيات اللي احنا بنلعبها. الكورة جاية من كورنر، نبص لما حبينا نلعب الكورة بالعرض لعبناها كورة بالونة سهلة في ايد حارس المرمى. والبنك بيعتمد على طول كور طويلة من أبو جبل، بتوصل اللعيب بيعدي مفيش مشكلة. نبص بقى هنا تدخل عمر كمال 1000% مظبوط. ونشوف ومن هنا بقى نشوف هل عمر كمال بس اللي لعب وحش دفاعيا ولا لا. الكرة بتيجي للعيب من البنك، تمام، لعيب واحد قدامه معلول ووراه رضا سليم. نبص اللعيب ده يا جماعة الخير بيعدي من علي معلول ازاي بسهولة. ورضا سليم طبعا واقف متوقع ان معلول هيقطع الكورة، طب ما تضغط معاه يا عم رضا. طبعا اترقص معلول عادي جدا وراحت بهجمة خطرة، وكان ممكن ان هي تخش فينا جون عادي، فبالتالي عمر كمال مش الوحيد اللي لعب دفاعيا وحش. وهنا بنشوف فكرة من أفكار كولر في التخلص من الضغط العالي. هو هنا قال لك هنلعب كرة عالية، الكرة طبعا حظنا ان هي اتردت. نشوف بقى هنا ده فايدة استخدام رامي ربيعة مع كولر، مش كور طويلة بس، هو بيقول لك هو كورته معقولة. هيبتدي نشوف هنا رامي ربيعة وانتو قدر يتخلص من الضغط العالي اللي رايح بيه البنك. حلو قوي، هنا العب لمودست، لا ازاي احنا نلعب لرضا اللي في موقف اصعب بكتير من مودست، بس دي طريقة نقدر نتخلص بيها من الضغط. وادي عرضية ملهاش معنى تاني، بنلعب لمين؟ لا الكرة مظبوطة ولا احنا عارفين بتاعت ايه. ومن ضمن افكار كولر الهجومية اللي انا شايف ان هجوميا ما كانش ادائنا سيء. نبص معلول مكانه فين، معلول جاي من مركزه كباك شمال، بيجري يبقى قلب الملعب، بيبقى كمهاجم تاني مع مودست عشان يدي فرصة لرضا سليم يبقى فاتح الملعب على الاخر خالص. وهنشوف دلوقتي لو كان امام ظبط بس الكورة كنا ممكن رضا يروح انفراد. ومثال تاني على الكور الطويلة من أبو جبل، البنك عايز إن هو ما يحضرش ويلعب على الكرة التانية اللي بياخدها زي ما احنا هنشوف. وتاني ده الضغط العالي من البنك زي ما احنا شايفين بيمنعك إن انت تطلع بالكرة تحت أي ظرف، وبيخلي قدامك حل واحد إن انت تلعب كور طويلة. وبنرجع نقول تاني المرتدات، احنا ما عندناش حد في المرتدات بيقطع كور كويس. رايحين قدامنا الكادر 3 على 3،
في مدافع واقف ورا، فهنبقى 3 البنك على 4 من الاهلي. طيب احنا كنا الناس دي كلها رايحه لكن محدش ماسك حد، فبالتالي المهاجم لما جه من ظهر المدافع بتاعنا لو بس لعبها بالعرض ما فكرش يشوطها الكره هتبقى جون. ويلا نشوف عرضية كمان. بص مودست فين ورضا بيلعب ايه. مودست رايح فاضي لوحده، العب عدل يا رضا. رضا لعبها غلط برضو كالعادة. وكرة مرتدة، الكرة التانية ما بناخدهاش. كرة رايح اللعيب واحد، رايحين أربعة من الأهلي على 3 من البنك، وفي الآخر اللعيب ده شاطها كانت ممكن تدخل، أو كان ممكن يرفعها للعيب الفاضي ناحية الشمال وكان ممكن يجيبها جون. وادي اللعبة المفضلة للأهلي، أنا هلعب على رضا وهستنى إن رضا يلعب في ظهر الباك اليمين، وبالتالي استغل سرعته ومهارته وأعمل خطورة. اللقطة دي توضح إن موديست مظلوم في بعض الأحيان معانا. موديست واخد واحد من المدافعين بتوع البنك. حلو أوي، نبص إشارة إيد موديست رايحة فين. هو بيقول لرضا أنا حاجز اللعيب، العب في المكان الفاضي. هنا هتثبت الكورة دي ان احنا ما نقدرش نلوم كولر هجوميا. احنا هنا ضاغطين ضغط عالي، قطعنا الكورة. الكورة وصلت حلوة قوي لإمام عاشور. نبص إمام عاشور بيعمل ايه. انت عندك مودست من اول فاضي، ليه اختار قفشة الأصعب. هنشوف هنا فكرة طارق مصطفى. انا هلعب كور طويلة، مش هحضر لعب، هعتمد ان انا اخد الكرة التانية من دفاع الاهلي الضعيف، وبالتالي اقدر عن طريق المهاجمين بتوعي والاجنحة والكثافة اللي انا عاملها في منطقة في التلت الاولاني من ملعب الاهلي، فبالتالي انا موضوع ببساطة اقدر اجيب اجوان. الكرة دي لو اللعيب المهاجم احسن بس استغلالها كانت ممكن نلبس جون عادي جدا. وادي قرار هجومي غريب جدا من لعيبه الاهلي. الكوره بتوصل لامام، نبص بقى موديست فاتح لك فين. يا عم ما تلعبها، لو اتلعبت من اول لمسه الراجل هيروح انفراد. الراجل متحرك صح ما بين المدافعين وحاجز المدافع التاني وراه، ما تلعب يا عم. لكن نبص امام عمل ايه، قرر ان هو يلعب كرة غريبة فضاعت. كرة تانية بتشرح الأزمة، إن مودست بيتحرك صح واللعيبة ما بتتحركش معاه صح. نبص اللي عليه السهم ده قفشة حلو، نبص مودست هو اللي قدام مع المدافع. بص مودست بيتحرك ازاي، مودست فاضي، كل ده هو سارق ظهر المدافع. العب بقى يا عم كريم، لا احنا مش هنلعب دلوقتي. كريم يقوم لعبها لقفشه. طيب قفشه، لو قفشه وضعيه استلامه مدي ظهره اصلا للملعب. اما انت لو بصيت بس من الاول ورافع عينيك بس هتلاقي ان مودست فاضي خالص لوحده. طب ما انت كنت ممكن تقدر تلعبها. المشكله يا جماعه ان احنا عندنا مهاجم بيتحرك صح لكن اللعيبه ما بتتحركش صح، وده مش معناه ان هو مهاجم جبار وعالمي، لكن على الاقل نحاول نستفيد منه بطريقه احسن من كده. تاني يا جماعة الكرة وصلت لإمام، حلو قوي. إمام فضل مستنى، استلم ومشى بالكرة شوية وبيشاور. ما كنت ممكن تلعبها المودست من أول مرة، هو فضل إن هو يلعبها الرضا سليم. حلو، رضا بقى عمل إيه، رضا استلم الكورة وتاني لعبة كان بيلعبها المودست على طول. حلو، مودست اتحرك كويس جدا. عندنا كريم فؤاد جاي من على قوس ال 18. مودست لعبها كويس قوي لكن للأسف كانت قوية شوية وفي ظهر كريم. لكن نقدر نلعب الكرة اللي من النوعية دي أكتر، نقدر نعمل منها خطورة، بس احنا للأسف ما كررناش الكور دي كتير. تاني قرار هجومي غلط من لعيبة الأهلي. احنا بناخد الكورة حلو وبنقطعها، رضا بدل ما يلعب لزمايله بيلعب بيشوط في السماء. طب ليه. واحد من الحلول اللي بيستخدمه كولر الفترة الأخيرة هو الاعتماد على رامي ربيعة كمحور لعب، او بمعنى ان انا هستخدم رامي ربيعة انه يتقدم من ورا لقدام عشان يقدر يلعب كور طولية. ونفس الكلام حاول هو يعمله مع محمد عبد المنعم. طبعا كل ده حصل بعد ما اصابة ياسر ابراهيم، ان وجود ياسر ما بيمكنش كولر انه يقدر يلعب النوعية دي من الكور. نبص نموذج للجون الرابع اللي دخل فينا. طيب
لحد دلوقتي الكرة بادئة مفيش مشكلة من ورا، طالعة من عندهم من ورا لقدام، لعيبتنا رافعة ايديها مش عارف على اساس ان هي ايه. المهم لعيبة البنك عادي جدا بتضغط بتاخد الكورة مفيش مشكلة. نبص هنا عندنا عمر كمال وعلي معلول، الاتنين معرفوش ياخدوا الكورة. وصلت لرضا سليم، وصل متأخر برضه معرفش ياخد له الكورة. نبص على اللعيب اللي عليه السهم ده، مهاجم البنك لوحده ما بين مين؟ ما بين عمر كمال وأكرم. يا جماعة ده نفس الجون اللي دخل فينا الرابع بالظبط. استكمالا للمستوى الكحيان للأجنحة والباكات عندنا في رفع العرضيات، نبص كريم عمل ايه بقى. الكورة وصلت لكريم، موديست بيرفع ايده بيرفع ايده، يا عم العب العب يا حاج، هيوطي يبوس ايده. طبعا كريم ولا كأنه من هنا عاش دور ميسي. نبص بقى رفع الكورة ازاي، وصلت فين بقى الكورة؟ طلعت كورنر، طلعت اوت الناحية التانية. طبعا كولر على حق في ان مفيش حد ضغط طبعا، مفيش حد بيضغط، كله بيغلط غلطات دفاعيه. الكره بتيجي من اليمين للشمال مش عارفين نقطعها، بتوصل على حافه ال 18 للعيب بتاع البنك، شاطها وما دخلتش، لكن مع مكوينه هنلبسها هنشوفها في الشبكه يا جماعه.